عمرك سألت نفسك مين هو مونكي دي جارب؟ بطل البحرية الأسطوري اللي هزم الروكس كان بيتقاتل ويتقارع مع ملك القراصنة. في الفيديو ده هشرح لك مين هو مونكي دي جارب، البطل الخاص بالبحرية والبطل الأقوى في البحرية. بس قبل ما أبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الفيديو. عاوزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك، وعاوزين على نهاية الشهر ده نوصل ل 500 مشترك. يلا هاني. مونكي دي جارب من أقوى الشخصيات وأشهرها في عالم ون بيس. جارب هو نائب أدميريل في البحرية، اشتهر قوي بقوته الجسدية الجبارة اللي تخليه يتقاتل مع اقوى واعتى الشخصيات في القصه بدون ما يعتمد على فاكهه شيطان. كان بيواجه ملك القراصنة ند لند، ودي حاجه كانت صعبه جدا، وهو اصلا يعتبر من اقوى الشخصيات اللي واجهت ملك القراصنة وكان ند ليه. اشتباكاتهم كانت اسطوريه لدرجه ان هم كانوا في نفس المستوى تقريبا من القوه رغم انتمائه للبحريه، بس هو شخصيته مختلفه تماما عنها. عنده روح حرة، بيكره الفساد، بيكره حكومة العالم عامة، ودايما بيتصرف على حسب قناعات. هو ليه مكمل في البحرية؟ هقول لك يا صديقي، علشان هو يحمي أفراد البحرية الصغيرين أو من الجيل اللي بعديه. وأكيد أنت عارف يا صديقي إن أصلا مونكي دي جارب جد لوفي اللي هو مونكي دي لوفي، ووالد القائد الثوري مونكي دي دراجون. شخصية تجمع بين الصرامة والطيبة والجدية. بيدرب لوفي بعنف وهو أول مدرب ليه، لكن في نفس الوقت كان بيحبه جدا لدرجة إن هو كان بيلقيه في البحر كده، وكان بيلقيه في الجبال وفي الغابات لوحده. أنا من رأيي إنه من أفضل الشخصيات كتابة في عالم ون بيس هو مونكي دي جار. ده نهاية الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الفيديو. عاوزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك. لايك فيكتور.